اليوم في إطار الملتقى السنوي الثالث اللي تنظمه جمعية زاكورة المهاجر بمركز جامعة تيتولال. هذا التظاهرة الفنية الثقافية العلمية الرياضية اللي الحمد لله عرفت واحد نجاح كبير، خاصة أنه تنلاحظ بأنه كان واحد التحسن ما بين الدورة الأولى والدورة الثانية والدورة الثالثة. والغاية من هذا الملتقى أنه في بداية تيتجاوب مع برنامج التنمية الجهوي اللي خرج من بين المخرجات ديالو أنه خصنا نخلقوا هذه المنتديات الجالية نظرا لواحد العدد جد هام اللي تتوفر عليه الجهة ديالنا من أفراد الجالية، واللي الغاية وهو خلق تثمين ديال الروابط بين أفراد الجالية خاصة الجيل الثالث والرابع، الروابط ديالهم مع الجهة، مع الوطن الأم، مع المناطق ديالهم فيما يخص قضايا الاستثمار، ثم كذلك فيما يخص قضية ديال الطاقات نغتنموا هذه الجهة ديالنا لأنه هي تتمتاز بواحد الفئة شابة اللي تتعمل على برا واللي عندهم أدمغة، واللي خصنا مثلا لأنه واحد العدد ديال الدول تدير واحد المجهود لاستقطاب هاد الافراد ديالنا وهاد الجاليه ديالنا اللي عندهم الادمغه. وحنا كذلك الدور ديالنا كجهه كمؤسسات انه خصنا نحافظوا على هاد الابناء ديالنا، وهذا الشيء دائما في اطار تيتماشى مع السياسه الملكيه ديال سيدنا الله ينصرو اللي تيلح دائما في الخطابات ديالو على العنايه بهاد الافراد ديال الجاليه. وخصنا كل واحد في موقع ديالو ديال المسؤوليه يكون واحد التجاوب ويكون واحد الانخراط باش يكون حب الوطن لدى هاد الابناء ديال الجاليه، ونحاولوا دائما باش نخلقوا ونعزوا دائما الثقه اللي تكون بين ابناء الجاليه وبين الافراد ديالهم وبين الساكنه اللي هي ساكنه في المناطق ديالهم. اكيد بانه هذا الشيء بغى واحد المجهود جبار، لانه الثقه هي البناء، هي الاساس. وخصنا نعرفوا دائما بالبرامج اللي عندنا خاصه في الجهه، برامج الاستثمار، فرص الاستثمار وكيفاش مثلا الاستفاده منها، ونبسطوا كذلك نعملوا على تبسيط المساطر الابناء ديال الجاليه ديالنا باش يكون عندهم واحد الحب الانتماء بالوطن ديالهم، ويكونوا دائما شغوفين باش يجيو للبلاد. وربما هذا الملتقى هو فرصه اللي تلاحظوا انه فرصه لهذا تبادل الاراء وتبادل النقاش وتبادل المعلومات وحول هذه القضايا، وكيفاش مثلا ان واحد العدد تلاحظوا بان واحد العدد ديال الابناء الجاليه هناك فرص متاحه ولكن ما في العلم ديالهم. اذا بواسطه هذه الندوات وهذه اللقاءات واللي يمكن نفكروا واش هذه فرصه ولا يمكن يكون فرص نمشيو عندهم ننتقل عندهم البلد، كذلك البلد الاقامه ديالهم على برا، باش نشرحوا لهم دائما السياسات العموميه اللي الحمد لله دائما هي كلها السياسات العموميه ديالنا تتماشى مع هذه القضايا ديال الجاليه، ولكن خصنا كاملين نبذلوا واحد المجهود من اجل انه نبلغوا لهم الشيء. ثم كذلك هذا الملتقى هو فرصه للساكنه ديال المنطقه والمناطق المجاوره، خاصه الشق الفني، الشق الرياضي، الشق العلمي، انه جميع المناطق ديال الاقليم ديالنا والمناطق المجاوره كلها تنتظر بواحد الشغف لهذا الموعد السنوي اللي اكيد بانه تلاحظوا من خلال العدد الهام اللي تيتوافد على هذه المنطقه في هذا الظرف ديال هذا 4 أيام، انه الحمد لله هناك واحد المشاركه ديال الجميع وواحد الحب ديال الانخراط، وتتعطي وتتفسح المجال كذلك للساكنه المحليه باش حتى هي كما قلنا تشارك وتنخرط. هناك مثلا التبوريده اللي مثلا هي واحد الحاجه اللي هي وارده على هذه المنطقه لواحد العدد ديال ابناء المنطقه سواء المقيمين ولا ابناء الجاليه اللي كانوا تيشوفوها غير في التيلي، واليوم انه تيشوفوها عن قرب. ثم كذلك هي فرصه فيما يخص تعزيز الاقتصاد ديال المنطقه، انه كان واحد رواج اقتصادي جد مهم، جميع الناس مثلا كيكون واحد الانتعاش وتيكون واحد الغلاف مالي جد مهم اللي تيدور خلال هذه الايام. اذا اكيد بانه الرغبه ديال الساكنه والاسئله اللي تطرح ديالهم واش دائما المعرض السنوي غادي يكون في الموعد ديالو، هذا دليل بانه راحنا الحمد لله في الطريق الصحيح. ثم انه كذلك دائما تنتلقاو من افراد الجاليه كل سنه تيتصلوا بنا على الموعد ديال التظاهره حول برمجه السفارات ديالهم ثم ليبيي ديالهم. اذا هذا تيجعلنا في انه الحمد لله في الطريق الصحيح. ثم كذلك فيما يخص الجهه انه احنا عاملين على انه هذه المنتديات خاصه هنا كانت فرصه
الجمعيه الزاكوره للمهاجر مشكوره تماما، مشكورين للمدعمين المؤسسات الداعمه لهذا الملتقى انه كانت تسبق وحنا في الدوره الثالثه، ولكن بالموازاه الاقاليم الاخرى خاصه اقليم ميدلت ورزازه التنغير والرشيديه كلهم راهم منخرطين. هناك اللي عنده هذه السنه الدوره الثانيه الدوره الاولى. اذا الغايه ديالنا كمجلس الجهه انه هذه المنتديات ديال الجاليه خصهم كلهم يكونوا في الاقاليم ديال الجهه، ونحاولوا ان شاء الله باش نوحدوا المجهود ديالنا تجاه ابناء الجاليه ديالنا، لانه عندنا كما قلت في الاول عدد مهم ديال افراد الجاليه، ولكن خصنا كيفاش نستمروا، كيفاش نعطيهم فرص ديال الاستثمار، كيفاش يستمروا في البلاد سواء هما بصفه مباشره او عن طريق الاقارب ديالهم باش يخلقوا واحد يساهموا في التنميه ديال هذه المنطقه اللي هي في امس الحاجه الى الاستثمارات. هناك في الحقيقه مجهود جبار درته الحكومه فيما يخص تشجيع الاستثمار، لكن لاحظنا احنا في موقع المسؤوليه انه مازال خص الدار واحد مجهود جبار، لانه لاحظنا بان التحفيزات اللي تعطات الاستثمار تعطات مثلا على الصعيد الوطني، ولكن احنا بغينا ناخذ التحفيز ايجابي لهذه المناطق ديالنا باش كذلك هذه الجاليه يجيو لهذه المناطق، لانه الا كانوا نفس التحفيزات يمكن غادي يجي مستثمر مثلا خارج الوطن ولكن غيمشي لمدن اخرى. حنا الغايه ديالنا كجهه هو خص الابناء ديالنا يستمروا في الجهه ديالهم. اذا راه مازال مع الحكومه مع المسؤولين فيما يخص اعاده النظر في التحفيزات اللي عطاتهم الحكومه باش يكون واحد التمييز ايجابي لهذه المناطق.